بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، أهلا ومرحبا بكم وأحداث كأس السوبر العراقي لكرة الطائرة الذي يجمع الوداع لنجم غازي الجنوب والمنتخبات الوطنية الكابتن صفاء لفتة الذي أصبح ضمن الكادر التدريبي لنادي غاز الجنوب، وهنا في انتظار من سيودع الملاعب في الكرة الطائرة. إذن في الفولي بول سيودع صفاء لفتة حامل الرقم 4 سيغادر الملاعب. صفاء لفتة مباراة يقودها السيد موسى سالم، أمامكم يساعده جاسم صافي، والمسجلة سيدة الدكتورة نداء ياس. على بركة الله، أول مباريات الموسم من كأس السوبر هنا على قاعة الشعب، وبطل السوبر 3 مرات تواليا فريق غازي الجنوب في مواجهة أربيل. وهذا الإرسال هنا المحاولات والكرة فيها نقطة وإرسال. بالمناسبة النقاط ال4 وال5 الأول لم تحتسب باعتبار أنها نقاط وداع الذي سيلعب الإرسال صفاء لفتة، لذلك لن توضع في نظام العد. وهنا عملية الاستقبال، مباغتة جميلة، مباغتة جميلة. أجمل ما في الفرقة الروح في هولير حاضرة، وفي غازي الجنوب حاضرة أيضا. منتخبنا في كرة الطائرة حصل على المركز الخامس عربيا، وتطلعات لإعداد موسم جديد من جانب الاتحاد العراقي لكرة الطائرة. هنا نقطة أخرى. إذن أبو زهرة صفاء لفتة سيغادر الملاعب، رقم 4 سيصبح عند منتظر محمد. هنا عملية التسديد تأتي مرة أخرى، الاستقبال ممتاز، ثم التحضير ورد ممتاز، متابعة رائعة. هنا في هذه المباراة صفاء ينجح في حظ النصر، صفاء ينجح يضع بصمته في مباراة الوداع صفاء لفتة. إذن أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها المتابعون، نودع بطلا من أبطال الكرة الطائرة الكابتن صفاء لفتة، كابتن فريق غازي الجنوب، اللاعب السابق للشرطة، للبيشمركة، للبحري، لاعب المنتخبات الوطنية. الآن يودع ملاعب الطائرة معتزلا مرتديا زي الكوتش وضمن الكادر التدريبي لفريق غازي الجنوب. وداع مهيب، وداع لبطل يستحق هكذا وداع حقيقة. هنا الوداع بالعناق الجميل، بالروح الكبيرة، بالأثر الطيب الذي يترك هذا اللاعب وهذا النجم في نفوس زملائه. أيضا هنا عناق مع مدرب الفريق وفريق غاز الجنوب. الآن يرفع لافتة التحية للكابتن صفاء لفتة. إذن يودع في هذه اللحظات حكام المباريات بأنه لم يكن لاعبا، جهود مميزة ولاعب كبير، اسم كبير، عرف أين يقف وأين يبدأ ومن أين ينتهي، وانتهت حكايته كلاعب. الآن يكرم الكابتن صفاء لفتة، يستحق هكذا تكريم، هكذا اسم، والكل هنا في ظل التكريم. هدية الاتحاد العراقي للكرة الطائرة الآن حاضرة، الورود هكذا، اسم لامع في كرتنا الطائرة. الآن فريق أربيل المنافس بعد أن تستكمل الهدايا التي تعطى إليه في الوداع، هدية من نادي أربيل، ما شاء الله روح كبيرة. شكرا لإدارة
نادي أربيل. حقيقة الإدارة المميزة التي كانت أيضا لها بصمة مع هكذا نجم تعرف قيمة النجوم، إدارة مميزة ليس فقط إدارة غازي الشمال ولا فقط غازي الجنوب ولا فقط الاتحاد العراقي للكرة الطائرة هم من يكافئون صفاء لفتة، بل تأتي المكافآت من الجميع. هذه أشياء فيها دعم كبير لهكذا أسطورة، هكذا اسم في الكرة الطائرة، الخلوق، النجم الذي لطالما كان لامعا في الكرة الطائرة، لطالما كان حضوره كبير في الأندية الكبيرة التي مثلها لاعب ملأ الخزانة بألقاب الدوري على المستوى الجماعي وحتى على المستوى الفردي. وصفاء يأخذ المكافآت على جهوده التي بذلها والتي لم ينكرها ولم ينساها أحد، لا منافسا ولا حتى زميلا ولا حتى من كانوا يعتلون هرم الإدارة. غازي الجنوب الآن يقدم درعا لنجمة للاعبة السابق لأنه انتهت مسيرته مع غاز الجنوب، وهنا الهدايا تملأ عدسة الكاميرات والكل حاضر من أجل وداع مهيب لصفاء لفتة، للنجم المهيب، للنجم الذي يغادر الملاعب. إذن مباراة الوداع لمن لا يتمنى أبدا يحضر يوم الوداع، نتمنى أن يبقى هكذا في قلوبكم صفاء مرفوعا بالأيدي وموضوعا في القلوب، وأمنياتنا لكل النجوم في كافة الألعاب أن يحظوا حظو صفاء لفتة، أن ينالوا هكذا تكريم مهيب، يعني خصوصا في الألعاب الأخرى. إذن الآن يخلع الرقم 4 كلاعب ويرتدي فليلة التدريب صفاء لفتة، ويبدأ الآن صفاء بالمسيرة. خلاص وداعا يا صفاء، أمنياتنا التوفيق لك لأنك نجم كبير ولاعب كبير ولأنك لاعب محترم ولأنك شخصية رائعة جدا في مسير كرة الطائرة وفي النجوم التي لمعت في الكرة الطائرة. أنت من أبرز أولئك النجوم، لذلك الكل هنا مبتسم مبتهج على وداع نجم كبير وفي آخر موسم كان لصفاء لفتة. وهذه مباراة السوبر، الزملاء هنا يسعون دوما إلى أن يأخذوا هذا اللقب ويهدوه إلى صفاء لفتة. إذن أيها الأحبة، مدربي الفريقين بدأ وضع النقاط على الحروف. الآن ستبدأ المواجهة معنا. أول إرسال في هذه اللحظات، تنتظر الشوط الأول في قاعة الشعب، في المكان الذي يعشقون فيه كرة الطائرة، في المكان الذي يحبون فيه كرة الطائرة كثيرا. هنا الإرسال لأربيل أو للغاز الجنوب عفوا، عملية الاستقبال والتحضير ممتاز، لكن كرة في الخارج، كرة في الخارج ونقطة أولى. الشوط الأول وأربيل 1. الآن لا شيء غاز الشمال. هكذا هي النتيجة. الآن إرسال عند لاعبي أربيل، عملية الاستقبال ممتازة من الليبرو، ارتقاء ممتاز، وهنا النقطة لا تكون مع أربيل ولا حتى مع غاز الشمال، ولكن الآن بعد ارتقاء ممتاز يحصدون النقطة. ولاعب حمل رقم 16 في فريق غاز الجنوب رياض عزيز. غاز الشمال مميز في كرة القدم، غاز الجنوب المميز في كرة الطائرة، والاختلاف في التسمية. ويا سلام، إرسال ساحق وجميل وراء عياتلان، إرسال ساحق وجميل وراء عياتلان، وبرافو برافو، إرسال ممتاز من جانب اللاعب محمد علي أنور. إرسال ومن الشبكة، لكن العبور والنجاة، وهنا نقطة. إذن 2-2 الآن، النتيجة هي 2-2. والإرسال عند حامل الرقم 4 في أربيل، صلاح الدين شاكر، لاعب ممتاز صلاح الدين شاكر.
سيلعب الإرسال بشخصية صلاح الكبيرة. استقبال من الليبرو. 3 مقابل 2. 3 مقابل 2 الآن. ارتقاء ممتاز. والآن عباس عبد الكريم كاليبرو يغادر بديل حامل الرقم 12. يدخل الآن محمد في الملعب في فريق غاز الشمال. هنا الإرسال ممتاز من رياض عزيز. استقبال والهجوم والتصدي رائع. التصدي رائع من جانب حامل الرقم 8 في فريق غاز الشمال مرتضى زهير. ممتاز. هذا صلاح الدين شاكر كما قلت لكم لاعب أكثر من رائع. هنا الإرسال في هذه اللحظات عند رياض عزيز يهيئون لأن يسجلوا نقطة جديدة. ممتاز ممتاز التصدي. وأربيل نقطة تأتي. 3-3 الآن. هذا الذي تحصل على النقطة أحمد يونس. عملية الإرسال من أحمد يونس. استقبال ممتاز. التحضير والارتقاء رائع لكن سرعان ما كان رد الفعل حاضر. وهنا وقفة رائعة وتصدي ممتاز في خانة غاز الجنوب. تصدي ممتاز كان من هذا اللاعب طويل القامة والفارع كان في حضوره. الحمل رقم 12. هنا التحضير والارتقاء والتصدي ممتاز. تحضير آخر. تصدي رائع وكرة إلى الخارج. تصدي رائع وكرة إلى الخارج. و4-4. أو 5-4. 5-3. نتيجة 5-3. نقطة احتسبت. إذن 5 لغاز الشمال الفريق الأحمر مقابل 4 لفريق أربيل. والإرسال عند فريق أربيل. عملية الإعداد والهجوم وإلى الخارج. 5-5 الآن. 5-5. كرة في الخارج والنتيجة 5-5. هنا الإرسال أصيل جميل. عملية الهجوم وهجوم ساحق. هجوم ساحق يأتي الآن ونقطة أعتقد لغاز الشمال. نقطة لغاز الشمال. نعم الإشارة كانت في الداخل. هذا لعب الليبرو في أربيل. إذن 6-5. 6-5 لصالح غاز الشمال. والآن على التنفيذ الإرسال منتظر محمد. نقطة جديدة. 7-5 نتيجة 7-5. يتقدم غاز الشمال.
منتظر محمد على التنفيذ، وعملية التصدي، لكن ليبرو هجوم رائع، هجوم رائع وناجح 8-5، فرق 3. هذا الروسي زاكير محترف غزل الجنوب. النتيجة الآن 9-5 وليس 8-5. 9-5. إذن تايم اوت. هنا تايم اوت. 9 غاز الجنوب مقابل 5 أربيل. العودة في هذه اللحظات والإرسال عند لاعبي غازي الجنوب. محاولة والممتاز، نقطة لغازي الجنوب جديد. نقطة جديدة لغازي الجنوب. إذن 10 أو 9 6 والعاشرة 10-6 10-6. إذن 10 غازي الجنوب 6 أربيل. ممتاز الإرسال، استقبال رائع على الشبكة، المحاولة وارتقاء جميل، ارتقاء جميل، وكان في مظفر إبراهيم ارتقاء رائع، والنقطة السابعة. عشرة مقابل 7. الآن على التنفيذ مظفر إبراهيم. مظفر اجتاز الإرسال ونقطة بغاز الجنوب. إذن 11 مقابل 7. نقطة جديدة تسجل الآن لأربيل، هي الثامنة. غازي الجنوب هو بطل دوري الموسم الماضي، وأربيل هو الفريق الوصيف والسوبر ما بين بطل الدوري والوصيف. 8 أربيل مقابل 11 لغازي الجنوب. هنا عملية الاستلام والتحضير ممتاز، لكن تصدي رائع، ومن الشبكة عادت، وأخطاء متكررة، أخطاء متكررة في خانة فريق أربيل. 12 مقابل 8 الآن. هنالك ورقة صفراء كما نسمع. في انتظار الإرسال. إذن في انتظار
أن يلعب الإرسال والهجوم النقطة التاسعة. 9 مقابل 12. يقلصون الفارق الآن لاعبي أربيل إلى 3 ويقتربون. فريق مميز فريق أربيل، مدرب كاكا جوار رمضان. إذن في المقابل على خلف يدرب فريق غزة الجنوب. هنا استلام، هنا هجوم، استقبال كراء، ضاغتها لكن لم تنجح. هنا الارتقاء وتسديدة في الهواء في الخارج. ردة الفعل كانت حاضرة باللحظة من جانب اللاعب محمد سعدون، لكن الكرة لحسن الحظ، لسوء الحظ في الخارج. نقطة 13 مقابل 9. عملية الإرسال، تحضير والهجوم يأتي في هذه اللحظات. إما هجوم آخر، يا سلام يا سلام يا سلام. منتظر محمد في نقطة رائعة. يا سلام يا سلام يا سلام على الارتقاء والحضور الجميل. و14 مقابل 9. راح الفارق إلى 5. كان 3. أمور تراجع فيها فريق أربيل. رياض عزيز هو من سينفذ الإرسال. هنا استقبال، تمرير بالتحضير ممتاز، وردة الفعل رائعة، والارتقاء رائع، والكرة أينما كانت في الخارج، لكن فيها مس. والنقطة 15 مقابل 9. الآن باقي 10 نقاط يحصل عليها غاز الجنوب ويحصلون على الشوط. بعد ذلك المدرب كاكا جوان رمضان طلب التايم اوت، سيتحدث مع لاعبيه. العودة إذن، وعزيز على التنفيذ. رياض عزيز هو من ينفذ. إرسال ناجح، استقبال والتحضير يبدأ الآن. المباغتة جميلة جميلة جميلة. أنا أبصم لك يا محمد يا سعدون على أنها جميلة ورائعة. إذن النقطة 10 15 مقابل 10. عملية التحضير والنقطة، نقطة جديدة. لأربيل 15 ل11. هنا التحضير وردة الفعل رائعة على الشبكة والنقطة 12. خلص الفارق. أربيل حصد على أول نقطة في الشوط.
هنا حمل لا عبور سبق ذلك. 16 إذن 16 مقابل 12 لأربيل. هل هي 17 بتوقيت من ستكون؟ لا، رد من الليبرا ونقطة لأربيل. 13 مقابل 16. نقطة الآن. عملية الاستقبال، وهنا المباغتة على الشبكة ينجح فيها غاز الشمال. إذن 17 مقابل 13. هي الأمور تسير صوب غاز الجنوب. عملية الهجوم من الإرسال، صراع على الشبكة، لا عبور يقول حكم المباراة. هنا الهجوم من أربيل والرد، والنقطة لمن؟ النقطة لغاز الجنوب. 18 مقابل 13. عملية الإرسال في هذه اللحظات، استقبال ممتاز، تحضير وهجوم على الشبكة، الرد في اللحظة في التوقيت. يبدو أنهم يحضرون للمباغتة من الخلف. القادم ممتاز في التصدي، هجوم أربيل، ارتقاء من الروسي زاكري. هنا النقطة 14 14 18. تصدي كراوي على الشبكة، زاكروي الروسي حاضر، محمد سعدون على التنفيذ. الآن مدرب يدفع بالراوند. ستار يدفع بالشاهين شوان، ونقطة جديدة. 15 مقابل 18. كلما اقترب أربيل كلما نهض غاز الشمال. هل هي الصحوة؟ تايم اوت من السيد على خلف. انتهت الدقيقة، بات على الفريقين العودة. إكمال المواجهة. ارسال من جانب لاعبي اربيل، والهجوم ممتاز، لكن الروسي كرة ضعيفة. بينما هنا تحضير، الرد ياتي، الحكم يعطي الاستمرار، لاعب شرعي
كرة لم تسقط ولم تلامس الأرض. هنا الرد من الليبرو يهيئ، ومحمد علي أنور كان ممتاز، لكن رد الفعل رائع من محمد سعدون. ارتقاء جديد وعلى شبكة التصدي والكرة. صحوة لغازي الجنوب الآن 19 مقابل 15. إرسال عند الروسي زاكيروي، تهيئة والهجوم قوية ومؤلمة وجميلة جدا. الكرة من مظفر إبراهيم، و16 مقابل 19. مظفر إبراهيم كان ممتاز في ارتقاءه وفي تسديده للكرة الأخيرة. إذن هنا المحاولة والإرسال، الإرسال في الخارج، والنقطة تعود لغاز الجنوب 20 مقابل 16. هنا باص عبد الكريم لاعب الليبرو، والإرسال الآن عند لاعبي غاز الجنوب. أربيل ضيعوا بإرسال في الخارج كان، والآن يحاولون معاقبتهم. نقطة لأربيل، تسديدة في الخارج، تسديدة في الخارج، و20. النقطة السادسة عشر حصل عليها فريق أربيل. هنا الإرسال، استقبال ممتاز، ونقطة لغاز الجنوب. بدأ الفصل الذي فيه الشوط الأول قد يختتم. يدون حروف السيد علاء خلف في هذه اللحظة مع لاعبيه. الآن ننتظر محمد علي أنور لتنفيذ الإرسال. يا محمد، ممتاز الرد، وهنا الارتقاء، التصدي والكرة في الخارج، والهدف أو النقطة عفوا رقم 17. إرسال عند لاعبي أربيل، عملية الاستقبال رائعة. محمد علي أنور، والعقاب قد يأتي، لكن ليبرو رائع في هذا التصدي والكرة في الشبكة. 22 مقابل 17. تغييرات سيد علاء خلف الذي في هذه اللحظات يجري بعض التغييرات. الآن يدفع محمد رشيد في هذه الأثناء. محمد على تنفيذ الإرسال، هل هو الساحق؟ لا، في الشبكة. هذا الذي لم يكن عونا في هذا الدخول. هنا أربيل والتحضير في الشبكة، والنقطة النقطة 20 أو 19 مقابل 22. 19 لأربيل، نقطتين على التوالي. جزء بعض من جماهير الكرة الطائرة
هذا الإرسال الذي قد يؤخر غازي الجنوب عن مهمة الشوط. ارتقاء وتصديه النقطة 23-19. مرتضى زهير سينفذ النقطة، قد تكون ما قبل الأخيرة. حاضرة من هذا الإرسال، والنقطة رقم 20، فرق 23-23. هل أربيل قادر على الحصول على 3 نقاط على التوالي والمعادلة؟ السؤال أنا أطرح الآن. والإرسال الذي ينفذ أصيل جميل سيكون هو الفيصل. حاول الإرسال ساحق، لكن الرد من محمد علي أنور، وارتقاء والنقطة 24. 24-20. إمكانيات كبيرة في الفريقين، صمود. وهنا منتظر محمد أتى من الخلف، وسيكون عند إرسال الشوط. إن أتى لم تفلح كرة أصيل، وهل تفلح كرة منتظر محمد؟ عملية الهجوم بإرسال ساحق، لكن لم تأتي ولم تكتمل. أيها الأحبة، الفصل اختتم وأربيل يخسر الشوط ب 25-20. إذن الشوط الأول لصالح غاز الجنوب على حساب أربيل وبفارق 5 نقاط. حتى تغيير الأماكن وحتى تغيير المواقع أيضا والساحات في أرضية قاعة الشعب. دقائق ونعود لنكمل وياكم أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة.
إذا مشاهدينا الكرام الآن سيبدأ الشوط الثاني، ستنطلق أحداث هذا الشوط إرسال عند فريق أربيل الذي خسر الشوط الأول. هنا الإرسال عند لاعبي أربيل، تنفيذ ممتاز، استقبال رائع، والهجوم كيف سيكون؟ مباغت وناجح، ونقطة أولى، نقطة أولى. غازي الجنوب ممتاز، والله غازي الجنوب في المباراة ممتاز منذ انطلاق الشوط الأول، وحصد على الشوط الأول هنا التحضير والتعادل سريع، التعادل سريع، 1-1، 1-1 الآن من بين الفريقين. نقطة لأربيل، نقطة لغازي الجنوب، والإرسال عند صلاح الدين شاكر. صلاح على التنفيذ، أبرز اللاعبين في أربيل. هنا تحضير وارتقاء راح ومنتظر، منتظر محمد. 2-1 الآن لغازي الجنوب بارتقاء منتظر البارع. والإرسال الإرسال في هذه اللحظات عند رياض عزيز. الليبرو تدخل هنا. النقطة لأربيل، نقطة لأربيل. هذا الليبرو أحمد أصيل. إرسال الآن، وعلى تنفيذ الإرسال أحمد يونس، ينجح في الإرسال، الرد ممتاز. من التحضير رفع الكرة، والنقطة الآن لفريق غازي الجنوب. 3-1. حكم المواجهة السيد موسى سالم. هنا النقطة الرابعة، النقطة الرابعة. يحتاج إلى تركيز كبير فريق غازي الشمال. ساكيروي ممتاز في المباراة. أربيل يحتاج إلى التركيز. مرتضى زهير عند الإرسال، تحضير، والكرة في الخارج. 5. قضية التركيز يعني. أربيل الآن فقد تركيزها على الشوط. وبدأ ينزف النقاط، والذي يستغل الموقف هو فريق غاز الشمال. الجنوب، عفوا.
ما بالي وما بال غاز الشمال اليوم. إذن غاز الجنوب الآن يضيع. النقطة السادسة 5-2، والإرسال عند أصيل جميل. تدخل في وقتها ونقطة جميلة. هولير رائع. بدأ أربيل يعود. الآن 5-3، النقطة الثانية على التوالي. وفي سوبر الطائرة تتصاعد الوتيرة، والجمال يحذو حذوة بهذا الإرسال الرائع والجميل من جانب أصيل جميل. هنا التحضير وعملية الاستقبال من الليبرو. إعداد، هذه من الروسي قوية جدا. زاكيروي و6-4. منتظر محمد يذهب للتنفيذ. الإرسال من الشبكة، تدخل الليبرو أحمد أصيل والتسديد من لاعبي أربيل، بينما التحضير محمد علي أنور يدفع كرة، والهجوم عبد الصمد يتدخل وعباس عبد الكريم. وهنا لاعبي غاز الجنوب، ومن الجنوب يأتي الطرب ويأتي هولير بنقطة. 6-5، نفس البداية، لكن بعد ذلك بعد أن وصل أربيل إلى النقطة الخامسة ذهب فريق غزل الجنوب راح بعيد. هل يتكرر المشهد؟ محمد سعدون ينفذ، والارتقاء ممتاز. الرد يأتي في انتظار دفع الكرة على الفريق المنافس. هو 7-5 النتيجة الحاضرة الآن. هنا نقطة لأربيل، و7-6. انطلاق الشوط إلى الآن 13 نقطة. 7 لأربيل، أو 7 لغاز الجنوب و6 لأربيل. كاكا جوهان رمضان يحدث أحمد أصيل الليبرو، بينما الإرسال ينفذ عن طريق مظفر إبراهيم، ونقطة التعادل. 7-7 من المدى البعيد. عاد أربيل ليكون منافسا، مع تايم اوت يطلب من المدرب السيد علاء خلف. يريد أن يبقي فريقه في التركيز. هو كان متقدم ب5 مقابل 1، فارق 4. شيئا فشيئا الآن أصبحنا 7-6.
هنا العودة والكرة في الخارج، وأربيل يتقدم ب8-7. 8-7. بدأ قطار غازة الجنوب يتراجع، وقطار هولير يتقدم. سيد جاسم صافي يطلب من اللاعبين الابتعاد هذه اللحظات. عودة سريعة، التعادل الآن 8-8. مع ذلك هنالك أفضلية أنا برأيي في هذه اللحظات لأربيل، يعني قادر على خطف هذه النقطة أربيل وإعادتها إلى خانة فريق هولير. الهجوم ممتاز، وكما قلت لكم عاد فريق أربيل وتقدم الآن. ساحقة جميلة جدا. والإرسال عند أراس ديار بكر. تسعة مقابل 8. هنا عملية التحضير وعبور، وهنالك حامل للكرة، النقطة لفريق النقطة لفريق غازي الجنوب. إذن 9-9. شوط فيه صراع كبير. احتجاج من كاكا جوار رمضان. مدرب خلوق مدرب كبير، مع المدرب له سجل الكبير على خلف. التسديد ونقطة جديدة. نقطة جديدة لغازي الجنوب. 10 مقابل 9. في الخارج هذه، هو 10-10 الآن. 10-10. رد، ارتقاء، دفع وتحضير، والهجوم في الخارج. لمس هنالك، و11-10. 11 لأربيل و10 لغازي الجنوب. في الخارج 11 ل11. فريق أربيل فاقد للتركيز كما قلت لك. في الشبكة هو 12 لأربيل مقابل 11 لغازي الجنوب. ضياع من الطرفين. تشتت ذهن لاعبي فريق الغاز، وهذا فرصة للاعبي أربيل. أحمد يونس، إرسال
واستقبال بسهولة، والهجوم من الروسي زاكيروف هنا في الخارج، و 12 قريب. هنا المحاولة، وال13 تأتي الآن، 13 مقابل 9 أو مقابل 12 عفوا. هنا تحضير، ارتقاء والتسديد قوي، وفي انتظار هجوم جديد لأربيل، والهجوم ناجح، و14 مقابل 12. يتقدم أربيل على غازي الشمالي لأول مرة بفارق نقطتين لغازي الجنوب. وقت مستقطع الآن. هنا الكرة في الشبكة، و 14 مقابل 13 اللي هي نقطة التعادل. وفي الشبكة 15-13. أربيل قد يستفيد من الأخطاء. هنا الهجوم يأتي من جانب لاعبي الغاز، وعلى الشبكة الرد ممتاز، بينما تدفع الكرة إلى الشبكة لاعبي أربيل، وبالسلامة بالسلامة للليبرو أحمد أصيل. 15 مقابل 14. خروج رياض عزيز، ودخول حملة رقم 6 عبد الله فاهم. بدأ على خلاف يريح بعض العناصر. المهم هو المستوى، وهنا التعادل 15-15. 7 أرواح فريق غازي الجنوب. زاكيروف إلى الخارج من الروسي. 16-15. شوط فيه صراع كبير.
الهجوم والتصدي ممتاز. لا زالت هو محمد علي أنور يبحث عن فراغ ويجد الفراغ. 16 والأمور جيدة جدا. هنا إرسال الهجوم ويتقدم أربيل. 16 لغزل الجنوب، 17 لأربيل. هنا عملية الإرسال ولكن في الشبكة يا أراس. 17 نقطة هنا نقطة هناك. اعتقد هذا الشوط سيمتد طويلا في التعادل حتى يفقد أحد الفريقين مخزون البدني واللياقي وتركيز الذهني أيضا، ويذهب الشوط باتجاه الفريق الأكثر صمودا والأقرب أنا برأيي لهذا الشوط هو غازي الجنوب. محمد علي أنور، هجوم من جانب أربيل، تصدي ممتاز، منتظر محمد، ذراع من الليبرو، انتظار هجوم على الشبكة في الخارج، لم يلمس أحد. 17 موسى سالم يقول في الخارج. 18 أربيل كان متقدم. ثمانية هنا تحضير الهجوم، الرد غير الليبرو، منتظر أربيل لمن التقدم، تصدي ممتاز، رد على الشبكة رائع، التحضير ومنتظر ممتاز. مرة أخرى كرة حائرة تدفع هنا مرة أخرى. 19 لأربيل مقابل 18 لغازي الجنوب. رد من أربيل. الإخوان في السي جي تصحيح للنتيجة. 19 لأربيل مقابل 17 لغازي الجنوب. شاكر وصلاح، كرة إلى الخارج. إذن 19 الآن. تعادل ما بين الفريقين. هذا البديل عبد الله فاهم، وهنا التسديد محمد علي أنور، تصدي منتظر ممتاز، التسديد في الشبكة 20-19 تقدم لغازي الجنوب. استعاد التقدم الغاز، والآن الفريق الأحمر يستعد من محمد علي أنور الذي يخطأ. 20-20.
هنا صراع كبير، تحضير وهجوم، 21-20. كرة في الخارج مباشرة، 21-21. هنا النقطة لأربيل. من 21. وفي الخارج 22-22. الآن نحن في وضع خطر. هنا تحضير وممتاز الرد في ذلك الموقف في اللحظات الأخيرة. والنقطة 23. 23-22. أربيل يتقدم، أربيل يقترب، والفضل لقدم محمد سعد. كانت القراءة ممتازة. هنا تحضير والهجوم والرد الصعب. 23-23. هنا تحضير الهجوم الممتاز. 24-23. هل نقول شوط لأربيل؟ هذه النقطة هي من تبين لنا ذلك. يا الشوط يذهب لأربيل أو يكون فريق غازي الجنوب لديه نقطة التعادل. إرسال ساحق وننهي كل شيء. يا مظفر، كلنا ننتظر الأخبار. الأهل الأحبة في أربيل ينتظرون منك هذا الشوط. محمد علي أنور ممتاز. شوط لهولير، شوط لهولير، شوط لهولير، والكرة في الخارج. 24-24. وغازي الجنوب يتعادل. حكم المباراة كان شايف. أربيل الرد ومحمد علي أنور ممتاز. 25-24.
تايم اوت قبل النقطة التي من شأنها أن تذهب بالشوط اتجاه أحد الفريقين. إذن شوط ثاني أم شوط تعادل؟ سؤال مطروح. أتت فرصة فوز ديربيلي أم يستغلها الآن؟ فرصة عند الغاز والإرسال، استقبال، هجوم ممتاز والكرة في الخارج. إذن شوطين مقابل لا شيء، انتهى الشوط لصالح غاز الجنوب بنتيجة 26-24. استراحة قصيرة ونعود وإياكم بعد التغيير وتدوير الأماكن.
إذا مشاهدينا الكرام الآن في انتظار الشوط الثالث. في انتظار الإرسال. يبدأ الشوط الثالث ونقطة أولى لأربيل. بداية قوية من أربيل. 1-0 لهولير. شوطين للا شيء. يتقدم غازي الشمال على أربيل. والإرسال عند أراس. مباشرة محاولة الرد لكن يفشلون فيها. 2-0. 2-0 لأربيل. هنا النقطة والغاز. ممتاز فريق الغاز. 2-1 يعني الرد باللحظة. شخصية الفريق مهمة جدا. والآن في انتظار محمد علي أنور. محمد علي أنور. إرسال. تحضير. ممتازة يا صلاح الدين. ممتازة يا صلاح الدين. ارتقاء ودافع معنوي كبير. وصلاح الدين شاكر يسجل النقطة الثالثة. 3-1 الآن. أربيل 3-1 غازي الجنوب. وصلاح الدين على التنفيذ يكافأ بإرسال. وصاحب النقطة سيرسل. وصلاح الدين الآن ينجح في التنفيذ. ينجح. وخطر الهجوم القوي ومنتظر يحصد النقطة. 3-2. مباراة عند فريق الغاز. ممتاز الإرسال. ويا النقطة لأربيل. 4-2 ولا 3-3. لا حكم راح بإشارة 3-3 لأن في حمل. رايح بإشارة 3-3. نعم تعادل الآن ما بين الفريقين. وفي الخارج 4-3 يتقدم أربيل. رد سريع ومباشر. أربعة 3 و4-4. شوط سريع. 4-4. بداية قوية. بدأ في الشوط الثالث يدخل أربيل في الصراع منذ البداية. وكان مع فترات من الشوط الثالث. في الشبكة إخفاق في التنفيذ. 5-4. شوط سيكسبه الأقل أخطاء. لا فريق أفضل من فريق في هذا الشوط. هنا أصيل. جميل. ممتاز الإرسال. محمد علي أنور في التحضير والهجوم والنقطة. بالسلامة 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 للاعبي أربيل. بالسلامة لأراس
السلامة أيضا. زميل الآخر إذن 6-4 لأربيل. خدم فرق نقطتين. أحمد يونس كان في صدام. هنا النقطة للغاص. هذا أصيل جميل. إذن 6-5. متابعة حاضرة. 6-6. 6-6. هنا المحاولة في الخارج و7-6. 7-6 لأربيل. هنا نقطة جديدة. والسبعة في هذه اللحظات. هنا الهجوم. تصدي ممتاز وخطأ. 8-7. خطأ كان اتخاذ القرار. خطأ والإرسال في الشبكة. و8-8. هذا الشوط رايح بالتعادل. الشوط الأول انتهى بفارق 5، الشوط الثاني بفارق 2، وهذا الشوط قصته طويلة. شوط تتويج، كل فريق سيظهر ما عنده. والآن الإرسال عند أحمد يونس. إرسال ممتاز، رد ممتاز في المباغتة والمتابعة حاضرة. صلاح الدين يتابع، وهنا الرد، التحضير رائع، ومحمد علي أنور ممتاز. محمد 9-8. محمد علي أنور ممتاز. محمد علي أنور. هنا المحاولة، ونقطة الآن، والنتيجة 10-8. الإرسال عند حسام عبد الصمد.
هجوم رد من جانب لاعبي الغاز ونقطة، لكن ممتازة المتابعة من أراس. هنا النقطة حائرة، يقاتلون يكافحون محمد علي أنور، لم تأتي مع محمد علي أنور. أوه الممتاز صلاح الدين شاكر ينجح فيها. صلاح الدين يجعلها 10-9 وهنالك تغيير. الشوط الثالث. تعادل ياتي 10-10. تحضير 11 عند من؟ أربيل أم للغاز؟ لا زالت أربيل وللغاز. 11 مقابل 10. النتيجة الحاضرة فيها التقدم محمد علي أنور على التنفيذ. وهنا سهولة، فرصة للثانية عشر لفريق الغاز. 11. هذه ما هي إلا فرصة ليعود أربيل. شوط متعادل. هنا في الخارج 12-11. هنا فرصة أربيل إعادة الكرة، و12-11. غاز الجنوب يتقدم ب12 نقطة مقابل 1 أو 13. وكان متقدم بنقطة فريق الغاز، هم بفارق نقطتين. 6 في الإرسال. عبد الله فاهم. هنالك لمس، و13 مقابل 12 الآن لأربيل. النقطة 12 وهذا على التنفيذ أصيل جميل. هي أصيل تأتي بنقطة التعادل. الإرسال عند أصيل. رد محمد علي أنور وزاكيروف ممتاز. 14-12. محاولة الرد ممتاز وفي الخارج. 15-12 فارق 3. 15-12. الغاز والإرسال يبقى عند علي صاحب. في الخارج أرادها ساحق علي. إذن 15 مقابل 13.
مع إرسال وحيازة. أوه، رد وتصدي من صلاح. شاكر على الشبكة، الرد يأتي هو 16-13. كان الارتقاء ممتاز، والآن انتظر محمد على التنفيذ. في الشبكة يا منتظر. 16-14. حضور كبير في هذه اللحظات. والنقطة جميلة، نقطة جميلة لأربيل. إذن 16-15. شوط فيه تبادل كبير من ناحية التقدم. هنا المحاولة للتقدم جديد والتعادل. ممتاز. 16-16. هل في وقت مستقطع؟ يأتي وقت مستقطع. من يحصل على 9 نقاط المتبقية لننهي الشوط. عاد الفريقين والارسال عند أربيل. تحضير محمد علي أنور، والعودة بالتقدم لفريق غازي الجنوب 16-15. زاكيروف سهل. تحضير، هجوم، رد. ما شاء الله. 17-15. عبد الله فاهم. تحضير من أربيل، تقليص إلى نقطة، رد صاعق وجميل، ونقطة لأربيل. 16-17. هنا محاولة التعادل، لكن رد
حاضر، هي نقطة التعادل، خذوها مني، نقطة التعادل لا زالت، لا والله حائرة يا عبد الله يا فاهم، ممتاز. 18-16، برافو عبد الله. نقطتين في غاية الصعوبة حصل عليهما عبد الله فاهم. والآن الإرسال حسام عبد الحميد عبد الصمد. إذا نهائي السوبر، الكفة فيه بصرية على حساب هولير. هنا الرد يأتي والخطأ في التصدي، رد سريع عليه من أربيل. 17-18، قريبين من نهاية الشوط. هنا عملية التحضير وعبد الله ممتاز، هو النقطة. برافو عبد الله فهد، قناعة تامة في هذا النهائي. 19-17، محمد علي أنور على التنفيذ. دوري الطائرة قريب والتحضيرات جاهزة. وهنا خطأ وإرسال في الشبكة. 18-19. الكرة على الخط، لامست ومراقب يقول في الخارج، لكن رايحين نحو 20. 18 مقابل 20. راحت نقطة التعادل على أربيل. عبد الله فاهم هذه المرة هو على الإرسال، يهيئ انتظار التصدي، وهذا الهجوم الرائع يعطيك 19 مقابل 20. فريق الغاز مع وقت مستقطع من السيد علاء خلف. العودة من الوقت المستقطع. والإرسال عند عبد الله فاهم. هنا نقطة جديدة. نقطة لأربيل. والهجوم الممتاز فريق الغاز. نقطة بنقطة، إذن 20-21 مع إجراء التغييرات. وهنا يأتي الرد، فرصة التعادل في الخارج.
20-22. أشرف في التنفيذ محمد رشيد. وهنا وقت مستقطع في اللوحة 24-20. لا أعلم هل هي النقطة الأخيرة؟ إذن الإرسال الآن والكرة في الخارج. 24-21. يحتاج إلى نقطة غزل الجنوب ليحسم هذا الشوط ويحسم المباراة. أصيل جميل ومتابعة حاضرة. إبعاد والنقطة في الخارج. لامست. مبروك مبروك لغزل الجنوب. إذن مشاهدينا الكرام لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي على حساب أربيل بعد فوزه ب3 أشواط مقابل لا شيء. مبروك نقولها لفريق الغاز الذي كان بجدارة يستحق لقب هذه البطولة وبداية موسم الكرة الطائرة. الآن سيبدأ من تتويج فريق غزل الجنوب باللقب. تبادل التحايا. كأس السوبر يستعد ليحمل من جانب فريق غزل الجنوب. المباراة انتهت وفي انتظار من سيحمل الكأس ألا وهو فريق غزل الجنوب الذي سيتوج بكأس بطولة السوبر.
إذن صفاء لفتة الآن يرفع كأس السوبر العراقي لكرة الطائرة للموسم 24-25 بالتحايا. بدأت هذه المباراة والآن هذا اللاعب الذي ودع ملاعب الطائرة كلاعب والآن يبقى كمدرب ضمن الملاك الفني لفريق نادي غاز الجنوب. مبروك لغاز الجنوب، لقب رابع على التوالي، لقب يبقى عند هذا الفريق المثابر المجاهد. مبروك للسيد علاء خلف، فريق لا شيء جديد عنده على مستوى الألقاب. إذن بطولة الكأس هنا مباركة لفريق غاز الجنوب. كأس السوبر يدون للموسم الرابع تواليا باسم فريق غاز الجنوب، الفريق العريق مع بطولة الدوري يجمع السوبر، وسينطلق الدوري وفريق غاز الجنوب بدأ يهيئ لهذه البطولة من خلال هذه المباراة. إلى هنا مشاهدينا الكرام مع هذه اللقطات الجميلة أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في مواعيد جديدة. Martin.